اهلا بيكم في قناة فن الطهي مع ايناس. النهاردة هنعمل مع بعض اكلة اقتصادية وسهلة وبسيطة، وان شاء الله الفيديو يعجبك. هنعمل مع بعض العدس بجبة. هجيب نص كيلو من العدس، هغسله واحطه على النار يتسلق، وبقشرله بصلة، وبحطله معلقة صغيرة من الكمون ومعلقة صغيرة من الملح، وبكون دقاله فص توم ومعاه فلفل. الخطوة دي اختيارية بتاعت الفلفل يعني، تمام، مش اجبارية معاكي، انت ممكن تحطي فص الثوم معاه وهو بيتسلق وبس. بغطي عليه واسيبه يكمل سلق، وبهدي عليه النار، وبعد ما يستوى خالص ويتسلق باخده بصفيه في مصفى واشطفه. وانتي بتتفرجي على الفيديو لو عجبك ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي. دلوقتي انا هاخد العدس هصفيه في مصفى واشطفه، ومعايا المقادير بتاعتها اللي هي البصلة المفرومة، ومعايا فلفل حامي، والخطوة دي اختيارية برضو. معانا معلقتين من لسان العصفور، ومعايا صلصة، ومعايا الثوم المفروم. فحل على النار هحط معلقتين من السمنة، ولما يسخنوا هجيب البصل واحطه على النار هو والفلفل عشان اشوح البصلة. هبتدي اشوح معايا البصلة كويس قوي. بعد ما خلصت تشويح البصلة هحط البهارات. عندي بهارات، وعندي كمون، وعندي شطة، وعندي جنزبيل، وعندي الملح. هحطهم على النار ياخدوا تشويحة، وبعد كده هحط الصلصة عليهم. الصلصة دي انا مسبكاها ومحضراها علشان ما تاخدش معايا وقت. دي صلصة طماطم وانا مسبكاها. هحطها يا دوبك هتاخد معايا تقلبتين 3 كده مع البصل، وابتدي ان انا امرق بمية او بشوربة، شوفي اللي انتي عايزاه. لو عندك مرقة حطيها، بتبقى طعمها حلو جدا، اللي هي مرقة الدجاج. عندك مرقة شوربة حطيها برضو بتبقى حلوة. ما فيش دي ولا دي، ممكن تجيبي مية برضو بتبقى جميلة جدا يعني، مش بتفرق كتير. كده معايا هي اتسبكت. هبتدي ان انا احط المية زي ما قلتلك. المية انا مش بحب احط مية كتير، لان هو اصلا مسلوق يعني، هو يا دوبك هياخد غلوتين 3 بمجرد بس ان معلقتين لسان عصفور يستووا. كده تبقى الطبخة كلها خلصت خلاص، لان طبعا العدس احنا سالقينه. بعد ما بتغلي المية او الشوربة اللي انا حطاها، هبتدي ان انا احط العدس على طول على النار، واكون مجهزة بعد كده طاسة على النار فيها معلقتين من السمنة، عشان ابتدي اشوح التوم ولسان العصفور اللي انا حطاهم معلقتين. بعد ما حطيت لسان العصفور ولقيته ابتدى يحمر كده معايا، ببتدي احط 4 فصوص الثوم اللي انا دقيتهم بشوية ملح، واحمرهم كويس قوي مع بعض الاتنين. وبعد التحمير ده ما يبقى تمام، هبتدي ان انا اضيفه على حلة العدس. بعد كده هي مبتاخدش وقت على النار، مجرد 10 دقايق كده وبتستوى، لان طبعا معلقتين لسان العصفور مش بيغيبوا على النار، لان بقية الطبخة كلها مستوية. وبكده هتكون الطبخة خلصت، ويا رب الفيديو يعجبك. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتي.